السلام عليكم. هنعمل النهاردة طاجن البامية باللحمة الضاني وكمان اللية الضاني، حاجة كده هتاكلي صابعك وراها. امشي بس على الخطوات اللي انا هقولك عليها دي وانت هتكسبي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد. في الاول كده احنا عندنا لحمة ضاني اللي هي الخروف، جبناها سلقناها بورق لورا وحبهان زي الشوربة العادية خالص، وملح وفلفل اسود، مش سوا كامل، 3/4 سوا. ليه؟ عشان هنكمل بقيتها وهتبقى دايبة دوب كمان. في حلة تانية هنجيب معلقتين من الزيت ومعلقة من اللي هي الضاني مفرومة، وننزل عليها باللحمة الضاني نديها تشويحتين مع بعض. طب كده هتستوي يا مامكا؟ هتستوي وهتبقى دايبة دوب زي ما قلتلك. حطيتيها هتتشوح بتاع 10 دقايق ربع ساعة. انزلي بقى بالبصلايه المكعبات، وانزلي بقى بفص توم. ما تنسيش اللية مع اللحمه الضاني ميكس محدش هيقولك عليه. هننزل بقى بشويه من الكمون، شويه من الفلفل الاسمر، وشويه من الكزبره. ايوه، طاجن الباميه مش هيحلى الا بالكزبره والكمون ومعلقه التوم، وكمان المعلقه من اللي هي الضاني. ادي تشويحه بتاع 10 دقايق ربع ساعه وغطيها كده وسيبيها 10 دقايق زي ما قلتلك. بعد كده هاتي شفشق من الطماطم اضربيه في الخلاط وصفيه يلا كده على الحله. بعد ما يتصفى هتنزلي بيه على الحله، وتنزلي كمان بمعلقه من او معلقتين من الصلصه، معلقتين من الصلصه البطرمان. خلاص هي كده تتسبك، هي كده اتسبكت وبقت 100. واول ما تتسبك هننزل عليها بكوبايتين من الشوربه وكوبايه من الميه. وبعد كده ما تنسيش الملح. خلاص لحد هنا اللحمه كانت استوت وده بتدوب زي ما قلتلك كده. بعد كده التركه الجايه دي خطيره، الباميه مش هينفع تتعمل الا بيها. حله معلقتين من الزيت وكمان معلقتين من اللي الضاني، شم الروايح وادعيلي. وبعد كده انزلي بفصين من الثوم او معلقتين من الفصوص الثوم، وبعد كده شوحي مع بعض. الله الله على الريحه، الله على الجمال. هاتي بقى هنا الباميه مش هتفرق سواء فريش او مجمده، هتديكي نفس الطعم لو حتى متخزنه في الفريزر 100 سنه. هتنزلي تشوحيها تشويحه حلوه، والتركه دي زي ما قلتلك خطيره. انزلي بقى بمعلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، وكمان شويه فلفل اسود، وانزلي بمكعب من المرق. خلاص لحد هنا 100. اوعي تنسي الثوم، واوعي تنسي كمان اللية والثوم في الحلتين. هاتي بقى فلفلايه شطه كده سبايسي حمرا وانزلي بيها على الباميه مش هينفع تتعمل، مش هينفع تتحط على الصلصه دايركت كده يا جماعه، مش هينفع تحط مباشر، لازم تعملي الخطوه دي ومحدش هيقولك عليه. خلاص 10 دقايق كده غطيها وطلعيها وارميها على التسبيكه، سيبها تتسبك شويه. لحد هنا الباميه بقت طاجن باميه ملوش حل، بس احنا عايزين نحط بقى كلمه الطاجن. خلاص اول ما تتسبك وكده 100 هاتيها حطيها في الطاجن ودخلي الطاجن يا ست الكل الفرن، وهتاكلي اجمل طاجن باميه باللحمه الضاني وكمان اللية ميكس حلو قوي مع رغيفين عيش بقى وليمونه وطبق رز كده. الله على الجمال. عزمي حبايبك بقى، يا رب يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكي، وحطي اللايك وحطي الكومنت، وشكرا والسلام عليكم.